كأس العالم أكبر دليل إنه الإنسان ما بيعشق الفوز قد ما بيعشق الأمل. كل 4 سنين ملايين الناس بتشجع منتخبها، مع إنهم بيعرفوا إنه بالنهاية في منتخب واحد بس رح يرفع الكأس. ومع هيك ما حدا بيترك التشجيع من أول مباراة. ليش؟ لأنه الإنسان بطبيعته بيتعلق بالأمل. الأمل إنه هالمرة يمكن تكون مختلفة، إنه يمكن المنتخب اللي ما حدا راهن عليه يفاجئ العالم، ويمكن الهدف الأخير يغير كل شي. هاي مو قصة كرة قدم بس، هاي قصة حياتنا كلنا. تعرف شو أكبر دليل إنه الأمل لسه عايش جواتك؟ إنك كل ليلة بتحط المنبه لليوم اللي بعده، لأنك بشكل أو بآخر مؤمن إنه في بكرة بيستحق إنك تقوم له وتكمل وتبدأ من جديد. كل صبح بتفيق وعندك أمل إنه يومك يكون أحسن. كل مرة بتقدم على شغل أنت عم بتراهن على أمل. كل مرة بتدرس أو بتبلش مشروع أو بتحاول تغير عادة سيئة، أنت بالحقيقة عم بتراهن على الأمل. لو كل إنسان بيعرف النتيجة من البداية يمكن ما كان حاول أصلا. الأمل هو اللي بيخلي الإنسان يكمل، مو الضمان ولا التأكد من النجاح. وبكأس العالم شفنا منتخبات كبيرة طلعت من أول الطريق، وشفنا منتخبات ما حدا كان متوقع منها شي وصلت لمراحل ما كان حدا يحلم فيها. وهون بتتعلم إنه التوقعات ما بتحدد النهاية، ولا اسمك ولا ماضيك. كل مباراة بتبدأ من الصفر، مثل كل يوم جديد بحياتك. بس في شغلة لازم تنتبه لها، الأمل لحاله ما بيكفي. مشجع المنتخب ما بيقدر ينزل يلعب مكان اللاعبين، واللاعب مهما كان عنده أمل إذا ما تدرب ما رح يفوز. يعني الأمل لازم يمشي جنب العمل، لأنه الأمل بدون تعب مجرد أمنية، أما الأمل مع الاجتهاد فهو بداية كل إنجاز. يمكن ما توصل من أول محاولة، ويمكن تخسر مرات، بس كل محاولة بتقربك خطوة من الشي اللي عم تسعى له. الحياة مثل كأس العالم، مو كل مين حلم فاز، لكن كل مين فاز كان عنده حلم وتمسك فيه لآخر دقيقة.